صباح الخير حبوبات، صباح النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ومهنيين. انا الحمد لله يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديده. هاد لا فيديو تاع نهار اليوم اللي كانت اجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شاركت معاكم من بيتي واش كانوا التحضيرات، واش لبست انا وبنتي، كيفاش جوزت هذيك لا جورني، ويعني واش كانوا الحلويات، واش كنت درت بعض الوصفات. ان شاء الله راح يعجبوكم. قبل ما نبداو هاد لا فيديو حبيت نقول لكم ما تنساوليش لي جيم ولي كومونتير الشابين لي كيما نتوما هكا باش تطلع لا فيديو تاع نهار اليوم. لهنا كيما راكم تشوفوا نط مع الصباح، يعني كنت خملت قبل لا شومبر هي الاولى، فرشت لها هاد الكوفرولي كيما راكم تشوفوا هكايا، يعني على بالكم بلي الاحتفال راح يكون في الصالون كيما كنت قلت لكم. بصح حبيت برك نشبح لا شومبر هكايا، يعني باش نحس بلي يعني راني نحتفل بالمولد النبوي الشريف كيما راكم تشوفوا. يعني حاجه غير خفيفه. فرشت غير هاد الكوفرولي ورحت للكوزينه. حبيت نشارك معكم واحد زوج وصفات اللي كانوا ساهلين ماهلين وبزاف بنان. الوصفه الاولى اللي كانت حلوه تاع الشموع، كنت درت فيها كاس كاوكاو محمص ومرحي، كاس تاع البسكوي هذا ماكاو اللي بزاف مليح، البنه تاعو هايله، شويه حلوه الترك وشويه تاع القطايف محمصين. هنا كيما راكم تشوفوا كنت درت كامل المكونات اللي كانوا عندي، وزدت لهم واحد المغرف كبيره تاع الكاكاو هكايا. على زيت الكاكاو باش يتنحى، باش تنقص لي شويه من هذيك الحلاوه. على بالكم باللي حلوه الترك راح تكون حلوه، الكاطو حلو، يعني كامل واش كان عندي حلوين. هكا كي درت الكاكاو راح تنقص لي شويه من الحلاوه. مزجتهم كامل، من بعد كنت طميتهم بالاوبتيلا. شوفوا نتوما حبيتوا تزيدوا في المكونات يعني واش يكون عندكم زيدوا له، وحبيتوا تطموه بالاوبتيلا، حبيتوا ديروا له النيسلي، يعني واش حبيتوا نتوما ليسونسيال. الخليط تاعكم راح ينطم. لهنا كيما راكم تشوفوا قسمتهم على زوج وبديت نشكل فيهم حرابش بالساشي هكا. كي تكون عندكم الساشيه راح تجيكم سهله الخدمه. دونك نتوما رايحين تتحكموا فيهم، تحبوهم يكونوا شويه رقاق، تحبوهم يكونوا طوال بزاف، تحبوهم يكونوا يعني نورمال في الشكل تاعهم، يعني نتوما رايحين تتحكموا في هذاك الشكل. هنا كيما راكم تشوفوا انا يعني درتهم متوسطين وما درتهمش بزاف رقاق. من بعد حطيتهم في الفريجيدير، يعني يرتاحوا واحد الخمس دقائق حتى ل10 دقائق، يشدوا روحتهم شويه باش يجوني سهلين في الخدمه. من جهه واحده اخرى كنت ذوبت شوكولا ماكسون كيما شفتوها، شوكولا بيضاء، وزدت لها شويه تاع الزيت هكا باش تجيني يعني خفيفه. من بعد كي جبت الحرابش ديالي بديت نقسم فيهم كيما قلت لكم، تحبوهم شويه رقاق تحبوهم نورمال. انا كنت درت شويه قد بعضهم، يعني كنت كيلتهم ودرت واحد اخرى نورمال على حسب الطول، يعني الشكل نتوما اللي رايحين تتحكموا فيه. المهم راح تجيكم الحلوه بنينه وفي الشكل ديالها تجيكم شابه. لهنا بديت نقسم فيها. من بعد كي قسمتها يعني نسقمهم، يعني رايحين نسويو كامل هادوك الحرابش تاعنا هكا باش تقدر توقف لي، يعني نقدر نوقفهم كي نقلاصيهم. قلاصيت كامل الاشكال ديالي اللي كانوا عندي. من بعد بديت ندير لهم في القرنفل، يعني قبل ما تشد روحها مليح الشوكولا درت لها كامل شويه تاع القرنفل هكا باش تبان لي الشكل تاعي على شكل شمعه. وهذه هي لهنا كنت خليتها يعني في البابي كويسون هكا باش تنشف لي. صراحه ما جات تنشف بالسيف، باسكو علاش الكوزينه ديالي كانت سخونه مع الطياب اللي كاينو كامل. دونك خليتها يعني مده طويله وهي في الفريجيدير. من بعد كنت درتها في لي كيسات. صراحه جات بنينه بالبزاف، سورتو كي فيها القطايف. في الوصفه الثانيه اللي كانوا عندي يعني نفس المكونات، حلوه التورت، كاس بسكوي مرحي وكاس كاوكاو مرحي. لهنا كنت زدت لها لوز ايفيلي اللي كان عندي تاني، جاتني بزاف مليحه. لهنا حبيت نشكلهم على شكل بنيون يكون مدور، وكنت طميتهم تاني بالاوبتيلا اللي كانت قعدت لي. قلت لكم يعني ما كلفتش روحي فيهم، ما حبيتش ندير حلاوي اللي راح يشدوا لي بزاف اليد هكا، باش تكون حاجه سهله مهله اون بليس، يعني ما راح تشد لي. قلت لكم حبيت غير ندير الفال، وهذا ما كان. كنت درتهم على شكل كويرات صغار، وكي كملت قلاصيتهم بالماكسون نوار. والاشكال يعني كيفاش ديكوريتهم الفوق واش كان عندي في الدار يعني كنت درت لهم القطايف، كنت درت نوات كوكو، كنت درت هادوك الشوكولا اللي بالانواع اللي تكون صغيره. المهم واش كانوا عندي كنت ديكوريتهم
وخليتهم في الفريجيدير هكايا باش حتى لليل يعني نحطهم مع لاتاي. قولوا لي رايكم. قلت لكم حاجه خفيفه، حاجه سهله مهله، ما راحش تشد اليد. هذه هي يعني غير باش ندوزو هذيك لا جورني هكا، غير باش يكونوا برك بعض الحلويات في الطابله. وهذا ما كان. هذه هي يعني كنت خليتهم مده طويله في الفريجيدير. قلت لكم كانت عندي بزاف سخانه في الكوزينه وعلى بالي بلي الشوكولا تمتم راح تذوب. لهنايا كنت جيت للصالون كنت درت دو طابل. لا طابل الاولى اللي كنت درت فيها غير الحلابي كما راكم تشوفوا والعنبر يعني العفايس نورمال، ولا طابل الدوزيام كنت درت فيها لاتاي والمكسرات يعني تاع السهره في الليل. لهنا كنت وجدت هذيك السليله اللي كنت درت فيها الحنه. وسمحوا لي ما قدرتش نصور لكم في الليل يعني كيفاش كي حنيت لبنتي وليتو باسكو علاش عييت بزاف هذيك لا جورني. اون بليس بنتي كانت رقدت بكري وانا كنت حنيت لها روطار، دونك ما كملتش معاكم التصوير. ما عليناش ليسونسيال. شاركت معاكم وحطيت لكم كامل واش جوزت في هذيك لا جورني. هنايا قلت لكم كنت حطيت الحلويات يعني اللي كنت درتهم لهنا حتى لليل باش جبتهم الفريجيدير. يتسمى هذيك شوكولا كانت شدت روحها مليح هكا. كي حطيتها ما راحش نخاف ولا نقول لي راح تذوب ولا. هادو هما الاشكال يعني صراحه نشوفوا جاو بزاف شابين ومام البنات تاعهم بزاف بنان. على بالكم بلي نامبورط حاجه راح تكون فيها الشوكولا ولا راح يكونوا فيها عفايس حلوين لازم راح تكون بنينه. لهنا هادو هما الاشكال ديالي في لاطاب. ولا طاب الدوزيام اللي قلت لكم كنت درت فيها التمر، درت فيها الكاوكاو، وكنت درت في الليل الفلون يعني المكسرات لاتاي والطمينه. الطمينه شوفوا الشكل تاعها يعني انا صراحه ما كانش عجبني بزاف باسكو علاش المول تاع المولد النبوي الشريف اللي كنت نديكوري به الطمينه الدقيقه الاخرى ما صبتوش، دونك قلبت عليه كامل ما لقيتوش. الله غالب يعني ما كتبش. كنت درتها غير تزيين خفيف وهذا ما كان. طمينه على بالكم باللي هي الشبه تاع الطابله في المولد النبوي الشريف. هذه يعني كنت درت لي جود لوميير. بنتي كنت لبست لها جبه قبايه. شوفوا الفرحه اللي كانت فيها صدقوني واحد الفرحه ما تتوصفش كامل. ان شاء الله ربي يخلينا ديما فرحانين معاها وان شاء الله ربي يحفظها ويسترها ويفرحني بها ويحفظ لكم كامل وليداتكم بيان سور. لهنا كيما راكم تشوفوا يعني تزيين بسيط شموع. هادو هما صوالح تاع المولد النبوي الشريف يعني حفله خفيفه وحنا كنا جوزنا لا جورني ما شاء الله. هادو هما يعني واش كنت حطيت فوق لي طابل. قلت لكم غير صوالح خفاف اللي فرحوا الدراري الصغار. هذه هي. لهنا في هاد لا جورني انا ما كنتش طيب باسكو علاش صراحه يعني هاد الموسم كاين اللي يدير شخشوخه، كاين اللي يدير رشته، كاين اللي يدير طعام يعني هاد صوالح. بصح انا صراحه كنت ما درت والو. كنت حمرت برك الدجاج، درت لي فريت ولي سالاد ولي فخوي. هذا ما كان باسكو علاش هادوك الصوالح تاع العجاجين ملينا منهم. حنا في ديورنا يعني سواء في دار عجوزتي ولا في دارنا كي تكون اللمه ونتلموا كامل لا فامي رايحين نديروا هاد الصوالح، دونك كليناهم بزاف. اما لا قلت معليا غير نحمر الدجاج وندير لي فريت. وهذه هي يعني جوزنا سهره خفيفه. هذه هي لاغوب اللي كنت لبستها كنت شفتوها معايا في لا فيديو السابقه. وكنت وجدت لبنتي الجبه تاع قبايل ديالها يعني في الليل كامل كي كملنا وديكوريت لا طابل وكامل. كنت لبست انا وبنتي هكا باش نكونوا خفاف. وعلى بالكم باللي كي تكونوا لابسين وموجدين ما يلزمش تقعدوا تدوروا في الكوزينه وتخمالوا شوكولا وكامل راكم تعرفوا. المهم لهنا كنت وجدت لها الجبه قبايل. على بالكم باللي في هذا الموسم يعني تكون حاجه تراديسيونيل. كي لبسنا بيان سور تعشينا جوزنا هذيك اللقمه. ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه يعني حاجه خفيفه ظريفه. المهم جوزت هذيك لا جورني وفرحت بنتي وجوزنا نهار شباب بزاف. بعد ما تعشينا بيان سور يعني كانت شويه فرحه انا وبنتي. صدقوني هاد النهار كيفاش جاز خفيف بزاف. كنت نستنى فيه غير على جال بنتي وهذيك الفرحه تاعها وهذاك النهار يعني باسكو العام اللي فات كانت صغيره وكانت تخاف هاد العفايس. بصح هاد العام الحمد لله يعني فرحت بزاف. واحد الفرحه كانت فيها ما تصدقوش. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ربي يجعل هاد الفرحه ما تغيبش علينا. هذه هي لا فيديو تاعنا البنات تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. راح نتلاقاو في فيديو جديده.